بس انك تعمل كده في دولة أجنبية مش عادي. قال لي انا عندي مزرعة. الراجل نازل شكله يعني فاهم ريحة معفنة وشكل قذر. لازم تلاقي مشكلة في الماركت وتحلها. فاللي هو انا في ساعة واحدة عملت حوالي $200. انا اللي هو بقى قلبي بوم بوم بوم. انك تحاول ان انت تلاقي ماركت عطشان. قصتي مع تاجر المخدرات، قابلته ازاي، ايه اللي اتعلمته، الموضوع غريب بس انا هقوله لكم واتمنى ان الفيديو ده يعدي على خير. بصوا يا جماعه، انا اسمي طارق شعبي. جميل. انا خريج هندسه كمبيوتر، وانا من صغري بحب البيع والشراء. اول بيزنس فتحته في حياتي كنت ببيع سندوتشات، مش سندوتشات، كنت ببيع فطيره بالسكر لاصحابي. كنت بجيبها ب2 جنيه ونص وكنت ببيعها ب5 جنيه. الكلام ده يعني من 15 20 سنه او من 15 سنه. المهم طول حياتي بحب البيع والشراء. ف بعديها دخلت الجامعه، وانا في الجامعه كنت محتاج فلوس. فالمهم اشتغلت في محل جزم، وبعديها اشتغلت يعني كذا شغلانه كده. فبعديها قلت لنفسي طب انت ليه يا طاهر ما تخشش في البيع والشراء؟ يعني تبيع وتشتري. طيب تبيع ايه؟ بصيت كده بسرعه على الاسواق يعني، فلقيت ان ببساطه في ناس كتيره بتشتري سماعات وفي ناس كتيره بتبيعها. تمام. فانا قلت لنفسي طيب انت تجيبها من الصين، حلو كده، وتبيعها. وكان في يعني بروفيت مارجن كويس، حوالي مثلا بنتكلم في $50 $100. فالمهم حطيت اعلان على فيسبوك ماركت بليس وعلى كام كده بلاتفورم تاني يعني، وابتديت ان انا ابيع السماعات دي. حلو كده، حلو زي الفل. فالمهم اول يوم لقيت 5 كلموني، وانا بقى كنت شاري مثلا حوالي 20 سماعه. مش هقول طبعا اسم السماعه يعني، بس هي حاجه تريد مارك، فانت اصلا ما ينفعش تبيع هاي كوبي منها. بس الناس كانوا عارفين ان هي هاي كوبي، يعني انا كنت كاتب في الاعلان دي مش السماعه الاصليه، فكنت معاهم صريح وامين يعني. المهم اول يوم عدى جميل، قابلت 4 اشخاص او 5 اشخاص. فاللي هو انا في ساعه واحده عملت حوالي $200. اللي هو ايه ده، ما شاء الله، حلو، ده رقم كويس جدا. فابتديت ان انا انزل اعلانات اكتر والطلب ابتدى يزيد. وانا كنت يعني عامل كده اكسل شيت، وكنت بقابل الناس في اماكن مختلفة عشان حاجة واحدة بس، عشان انك تبيع منتج زي ده وهي يعني علامة تجارية. يعني انا عارف ان الموضوع اللي هو الهاي كوبي والحاجات دي في مصر عادي، بس انك تعمل كده في دولة اجنبية مش عادي، فده ما ينفعش. المهم يعني كنت بقابل الناس في اماكن مختلفة. فالمهم جه يوم حلو كده، واليوم ده لقيت واحد بعت لي وبيقول لي ان انا عاوز اشتري سماعة. جميل. فالمهم مش عارف انت بتدور على سماعة ايه، كل ده عادي جدا، اللي هو بني ادم زي اي بني ادم وهيشتري وهاخد منه الفلوس كاش وخلاص. فالمهم اتفقنا على الميعاد واتفقنا على المكان، وركز معايا بقى كويس. فقال لك واحد جاي سايق عربية كده جيب مفتوحة من كل حتة، تحس ان هي فاهم موديل 1980 بقالها زمن، مفيش سيفتي مفيش اي حاجة. وراجل نازل شكله يعني فاهم ريحة معفنة وشكل قذر وسيء سيء سيء، لدرجة ان انا اصلا كنت معروف وانا اللي هو بتكلم وكده، بس عايز اخلص يعني. فالمهم الراجل فاهم خد كده، تخيل ان دي اللي سماها، بص عليه كان قال لي اوكي مش عارف ايه، هيرز يور ماني، اتفضل الفلوس. قلت له ثانك يو ومشينا. فالاقي لك بعد يومين او 3 ايام، فالمهم واحده تبعت لي انا عاوز اشتري سماعه. اوكي تمام، هنتقابل فين؟ مش عارف ايه، هنتقابل في المكان ده. حلو. انا رحت المكان. فالمهم انا واقف مش لاقي حد، وببعت للست بقول لها هو انت فين؟ انا واقف في المكان اللي احنا اتفقنا عليه. فالست بتقول لي انا موجوده قدامك اهو. وانا اللي هو
هو انت موجوده فين؟ ببص مش لاقي حاجه غير عربيه بي ام دبليو اي 8 اللي هي السبورتس كار دي اللي هي شكلها ما شاء الله جامد. انا اللي هو يعني مستحيل واحده عندها العربيه دي او في العربيه دي هتشتري سماعه هاي كوب، يعني ما تروح تشتري السماعه الاصليه، ده انتوا بخل قوي يعني. فانا المهم ابتديت اقلق. قلت لها طب انا موجود يعني. قالت لي انا موجوده اهو. قلت لها موجوده فين؟ قالت لي انا موجوده في العربيه اللي قدامك. اللي هو بقى قلبي عمال يدق يدق يدق. ما تسالونيش انا كنت قلقان ليه، بس هي كده كان في قلق. فالمهم لقيتها نازله من العربيه، يعني بص من الاخر. وفجاه الاقي لك الراجل اللي هو انا قابلته، اللي كان سايق عربيه جيب مفتوحه وشكله سيء وريحته، نازل كده ببدله وشعر متظبط. انا طبعا في البدايه انا اللي هو بشبه عليه، اللي هو عارف انت لما تشوف حد يعني كان جاي من تحت الارض وبعد كده فجاه تلاقيه بدله وشكل مختلف او مش شكل مختلف بس شعر، موضوع مختلف. يعني انت نضفت امتى او نضفت ليه اصلا؟ فالمهم لقيته متعصب جدا جدا جدا، وداخل بيقول لي انت بعت لي سماعه بايظه ومش عارف ايه وده ما ينفعش والله يا جماعه انا اصلا كنت اللي هو انا مصدوم مصدوم مصدوم. انت بتقول ايه؟ انت ايه ايه اللي مقعدك في العربيه دي يا بني ادم؟ المهم بعديها والله لقيته بقول لا هي مش بايظه، هي عموما هي شغاله تمام. خليني اوريك ازاي تعملها، ازاي يعني ازاي تعمل كونكت، وبعديها انا هعلمك ازاي تعمل كونكت. وعملنا كونكت وبعديها الموضوع زي الفل. فالمهم لقيته انا بقول له هو انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتعمل ايه؟ انت شغال ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه الفرق ما بين ده وده انا متلخبط بطريقه غريبه. انا اللي هو فطبعا انا يعني كواحد اللي هو عمري في حياتي ما كنت ركبت عربيه زي كده. قلت له طب معلش ممكن طلب، يعني ممكن نتكلم وانت سايق؟ قال لي انت عاوز ايه يعني؟ قلت له ممكن اركب معاك واشوف العربيه واللي هو تاخدني لفه يعني. والله يا جماعه المهم انا قلت بقى ده اكيد يعني واحد عنده بيزنس ولا اي حاجه. فالمهم قال لي تمام ماشي. طبعا ببجحتي لو انا لسه عندي الفيديو ده تمام هحطه. قلت لي صاحبته ولا مراته، قلت لها معلش ممكن تصوريني بس وانا بركب، يعني عشان ايه عايز اعمل اللقطه وكده. المهم ركبت معاه العربيه وبقول له بقى انت ايه بقى، انت بتعمل ايه وشغال ايه والكلام ده. قال لي والله انا عندي مزرعه. قلت له مزرعه ايه؟ يعني فاكر بقى مزرعه فاهم موز كده كانتالوب كده يعني. قال لي انا عندي مزرعه، اللي هو مزرعه. انا اللي هو هوب 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 يا نهار ابيض يا نهار ابيض. انا اللي هو بقى قلبي بوم 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 بوم. قلت ده مجرم ده مجرم بجد. انا اللي هو الحماس اللي عندي ده فجأة اختفى فاهم. انا اللي هو عاوز اقول له رجعني رجعني من المكان اللي انت خدتني منه. قلت له طب وايه كمان؟ قال لي يعني و different kind of businesses. قال لي عندي حاجات مختلفة. طبعا يا هو لمح كده فاهمني، مش عايزين نلمح يعني. ابتديت اخاف اكتر بجد والله. حطوا نفسكم يا جماعة مكاني، تخيل انت في الموقف ده انا خايف، انا بجد خايف. ده فاهم يعني واحد بيعمل كده وبيعمل كده. فالحاجة التالتة اكيد بقى بياخد حتت من البني ادمين يعني، او بيبيع بني ادمين انت تفهمش. قلت له طب بغض النظر مع الموضوع ده قلت له يعني إيه اللي انت من الاخر كده تنصح بيه في البيزنس؟ عاوز افهم بقى ايه انت طالما انت شغال في كده فاكيد انت عندك الخبرة انك تعمل حاجة زي كده. يعني المهارات اللي هو اتعلمها طبعا يعني مش اي حد هيعرف يعملها.
حتى كان في مسلسل مش عاوز اقول اسمه يعني، بس المسلسل كان بيحكي على واحد قد يكون اكبر تاجر مخدرات في العالم، او هو مش بس مخدرات، هو نوع معين يعني. فكان بيقول لك بقى الاستراتيجي والبيزنس موديل وكل الكلام ده. فقال لي اول حاجه، ودي حاجه مهمه جدا، لازم تلاقي مشكله في الماركت وتحلها. يعني لازم يبقى في برودكت ماركت فيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المنتج بتاعك سواء بقى ايا كان اللي انت هتقدمه لازم يحل مشكله في الماركت، في السوق. دي اول حاجه. تاني حاجه، ودي نقطه مهمه جدا يا جماعه خدوا بالكم منها، انك تحاول ان انت تلاقي ماركت عطشان. يعني ايه؟ يعني تخيلوا مثلا ان احنا في تاون او قريه، احنا في قريه حلو كده، والقريه دي فيها كام فيها ملعب كوره، كام ملعب كوره، او فيها كام نادي. حلو. طيب تخيل انت الناس بيخلصوا اللعب، حلو، وانت مثلا فتحت محل بتاع هوت دوج او برجر. حتى لو انت مش احسن محل، بس عشان هم ما عندهمش حل غيرك، هم جعانين عايزين ياكلوا، تمام. فهم هياكلوا منك، فهم هيشتروا منك سندوتشات. نفس الكلام لو انت مثلا بتعمل عصير او ايا كان. فدي كانت الحاجه التانية. الحاجه التالتة، ان انت لما تفتح بيزنس ما تحاول تركز على البيزنس يحل مشكله، مش بيزنس رفاهيه. طبعا هو بالنسبه له مشكله الناس محتاجه تظبط دماغها. ف والله الموضوع غريب جدا، بس من القصص اللي انا عمري في حياتي ما انساها. وعامه يعني من احلى لحظات حياتي بجد، وانا كنت ببيع السماعات، وبرضه توسعت وبقيت اجيب جاكيتات وكنت ببيعها للناس، وان انت تبيعها كده في الشارع. وسبحان الله يا جماعه حاجه غريبه جدا، ان بجد وانا بعمل كده كنت بقابل ناس. يعني مثلا واحده عندها شركه بقى، واحده شغاله شغل تمام يعني، عندها شركه وجايه تشتري سماعه هاي كوبي، وجايه تشتري سماعه اللي هو، طب انت ليه ما تشتريش سماعه اصليه من يعني من البراند نفسه، تروح المحل ومش هيبقى فرق كبير قوي يعني. فالموضوع برضو فاهم خلاني ان انا في النقطه مهمه، وهي ان الناس الاغنياء جدا 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 جدا، او الناس اللي عندهم شركات، ما تفتكرش ان هم ببساطه او ما تبصش، ما تبقاش الشخص اللي هو ايه، يا عم انت عندك شركه وعندك موظفين، يعني ما جاتش على ال1000 جنيه اللي تدهاني، او ما جاتش يعني على ال20 جنيه اللي تدهاني، ولا ال50 جنيه تيب اللي تدهاني. لا، الموضوع مش كده. الموضوع بكل بساطه هو وصل للمرحله دي لان هو ببساطه عنده الفاينانشال انتليجنس، عنده الذكاء المالي، بيعرف ازاي يحط فلوسه في الاماكن الصح، بيعرف يحوش امتى، بيعرف ان هو ما يشتريش حاجات ملهاش لازمه، بيعرف ان هو يشتري الحاجات اللي هتجيب له فلوس، او الحاجات اللي بكل بساطه هتخليه محاط بناس اغنياء. يعني من احدى الحاجات اللي انا عاوزك انك تعملها ان شاء الله لما ربنا يفتحها عليك، انك تشتري ساعه محترمه. ليه؟ لان الساعه المحترمه، الساعه اللي هي براند قوي، بتخليك، او لما انت تخش في مكان معين، الناس على طول لما يبصوا على ساعتك بيعرف ده الشخص ده بيعمل كذا من ساعتك، هو على طول بيقيس انت بتعمل كام في السنه، فتلاقي المحادثه، تلاقي الكونفرسيشن بقت لطيفه. فاهم؟ في ناس مثلا، ودي سمعتها من واحد يعني مشهور، كان بيتكلم هو ليه اشترى نوع عربيه معينه، عشان نوع العربيه دي هتدخله ليج معين، تمام، عربيه بكام مليون دولار يعني، هتدخله ليج معين من الناس، والناس دي هيكونوا بيعملوا ملايين الدولارات، فهكذا. فبس دي قصة اليوم يعني، وخلوا بالكم يا جماعة على نفسكم. السلام عليكم.